السلام عليكم. اليوم غنهضروا في واحد الموضوع اللي هو مهم وكيهمك انت بالخصوص الصقيعه. اشنو اللي ما كيحملش فيك الراجل؟ هاد الصفات الا كانوا فيك مشيتي خلايا المصيبه، خصوصا الا كنتي مع شي ولد الناس. وي كتفاقسوني وكتخليوني راه كنترقعد وكشاكشي خارجين غا بوحدي. ردي البال لهاد الحوايج الا باغا يبقى معاك وما يهربش. نبداو باول حاجه، هادي ديالكم كاملين الا من رحم الله. الصوت العالي او الجعواق، هادي فيكم كاملين تقريبا الا من رحم الله، سواء معاه ولا مع الاولاد ولا في التليفون فاش تكون تدوي مع امك ولا خوتك في الدار، ولا ملي تكونوا نتوما خارجين ولا في القيصريه. داك الجعواق في الهضره ما صالح والو، غادي يهرب وتهربيه ليه، وملي غتهربيه ليه صحابات مالك كتبان حزين، مالك مقلق، راه ما كيتسناو في الدوره يديوه لك ويطيروا لك بيه. سير خصوصا الا كان شي راجل هميزه، ردي البال منه. هي بقيت غتغوتي وتجعوقي، ردي البال، نقصي حيت اي راجل كيكره المراه اللي معاه دوي بصوت عالي ومرتفع. اخليها قاعده فيكم، حضري صوتك وتحلوني في الكلام، وداك الشيء اللي تقضيه بالنعومه والكلام الحلو راه ما عمرك تصوريه بالغوات والجعواق. ايوا ردي البال. ثاني حاجه اللي تخليه ما يحملكش السيطره. الراجل ما كيحملش اللي تسيطر عليه. نعاود لك عاكي الخرافه. وانت غنهربوا لي والله، انت غتهربوا لي. خلات اختنا اللي طلقات من وصف العيالات مسيطره ومشيك مسطره. سيري تكمشي. الجينات الطبيعه ديال اي راجل عادي، الراجل اللي راجل كتقول لازم يكون هو اللي كيحكم في الدار، ماشي داك الحكام السلطوي الديكتاتور، لا، ولكن القرار النهائي يكون ديال الراجل. ملي يكون راجل خصوصا في المسائل الخلافيه، الحاجه اللي كيكون فيها جوج ريات وما كتساليوش ما تساليوش ليها برأي واحد، هذيك الساعه رايو هو اللي يمشي ويتحمل مسؤوليته. المهم ما يكونش فيها ظلم طبعا، وما يكونش غا عناد ضد فيك، حيت باختصار هو اللي قايد الدار ويتحمل مسؤوليته ماشي انت. طبعا الى قايم بمسؤولياته وواجباته والتزاماته ومسكنك وملبسك ومسفرك وداير جهده باش يقوم بيك، وهادشي ماشي معناه ما تنصحيش الا شفتيه غلط، لا تنصحيه الا كان غلط. يعني شي حاجه اللي غيديرها غلط نصحيه وديري اللي عليك، وديك الساعه يتحمل مسؤوليته عاوتاني، وهو خصو يقبل منك النصيحه، ولكن بلا ما يوصل داك الشيء باش تولي انك تسيطري عليه ولا تحاولي تسيطري عليه. لا، خلي ليه المساحه ديالو فين يفكر ويقرر راسه ويتاخذ القرار باش ما يلومكش في الاخر. هذيك اللعيبه ديال السيطره راه كترجع لك تي باللومه، فهمتي؟ وانت اللي قلتي لي وانت اللي دفعتيني وانت اللي خليتيني ندير. لا، نصحيه وريه ولعمه وسيري وخليه، ومن بعد اللور هو القرار النهائي يكون ليه ويعوم بحر عليها بلا ما تحاولي تسيطري عليه. حيت الا كان راجل حقيقي وقايم بالواجبات ديالو ما غادي يقبل منك هذا الشيء، غتوليو غا في المشاكل وكل شيء خاسر في المشاكل. من غير الا كان شي رعواني وكيتسنى المراه اللي تصرف عليه غا سيطري حنين سيطري راك مسيطره من الاول، ما كاين بجونا ما كاين معاه. ثالث واهم حاجه الضد، او ما يسمى بالعناد او ما يسمى بالعكس. هذه أسوأ صفة ولات في العيالات بزاف هذا الزمان. الراجل كيعشق المرأة اللي كتسمع الهضرة الكلام كتصنت ليه، هذيك هي اللي كتكسب الراجل، ماشي المعكسه. هي المعكسه راه اللي كتفهم، راه بدوك شويه ديال الطاعه اللي كدير ليه كتخليه حتى هو يدير ليها اللي بغا. تصنت ليه في ديك شويه ديال ديري لي شهيوات، صاوبي لي شي لعيبه وداك الشيء، او من بعد عطيه حبيبي واحد لونصوم الزوينه بغيت نلبسها لك، ما يكبرهاش فيك. حبيبي واحد السنيسله ديال الذهب عجبتني نديرها لك، ديما ديري لي ديك العيبات لك، ما يكبرهاش فيك. وحيت هو كتسمعي كلامه في داك الحوايج البساط اللي كديري ليه، هذيك الساعه اعطيه ديري ما بغيتي، كتكوني مصبقه عليه، ما يخسرش لك وما يردش لك. ولكن العكس والضد غا ما يزيد ليه حتى هو في العكس وفي الضد. المعكسه غالبا كتخسر الراجل مع الوقت وكيفرتكو الشمل وكيفرتكو الجقل الله يحفظ. بعدو من العكس هي المعكسات باش ما تلاقاوش مع المعكسين، راه العكس كيجيب العكس. اخر حاجه اللي تردوا منها البال واللي تخليه ما يحملكش هي النكد والنقير. دابا كاع الرجال كيديروا المراه باش يستقروا ويرتاحوا، ماشي باش يعيشوا في النكد والهم والغم والنقير والصداع. راه كثره النقير راه كتخرب البيوت،
وكتشتت الشمل، النقير في الصباح في الليل في النهار، رخفي على السيد، خصوصا الا كان راجل عصبي. مازال العصبي كيبين لك، ولا ضريتيه في راسه راه ينوض يدير شغلو معاك ويفش على راسو. اما داك السكوتي غيصبر لك حتى يعيا، ونهار تدور ليه النقشه ولا تدور ليه في الخفا غيحطك سطل بلا تقرقيب. ولا داك لداركم ولا قاعد حتى ساسك راه ما يبقى يسول فيك ولا يتراجع. حيدوا النقير وخدموا مود سيلونسيو شي شويه وغتهناو وتهنيو اللي معاكم. ردي البال وكولي المعنى وركزي. الا كان راجل ما بقاش كيحملك عرفي راه فيك شي وحده من هاد الصيفات، وإلا بغيتي ما يبقاش يحملك ديري شي حاجه من هاد الصيفات ولا بغيتي تكملي عليه وصافي عليه ديريهم ليه كاملين وانتي هانيه. ردوا البال المصيبات، ردوا البال. الا بغيتو تهلاو في رجالاتكم ويبقاو معاكم حافظوا عليهم، بعدوا من هادشي اللي ما كيحملش فيكم، دوزيو بخير.